قبل أي كلام كده ومدح في الوصفة بتاعتنا، اسمعوا لي صوت القرمشة خطيرة جدا. طب شوفوا لي كده الكمية. مش مصدقين ان كل ده في صدر فرخة؟ والله في صدر فرخة. هتطلعي النهاردة معاكي احلى واطعم واكبر كمية من البوب كورن. بوب كورن الفراخ كده بتتبيلة رهيبة، ولا بقى القرمشة. مش قادرة اوصف لك، والتسوية قدام عينك خطيرة جدا مع شوية رز مبهر كده، واحلى فطار في ثواني بدون وقت ولا تتبيل ولا ساعات ولا الكلام ده خالص. هتطلعي معاكي أكلة كده زي المطاعم. الكيس فاضي وسعره بيتباع بالقطعة. تعالي النهاردة أقولك ازاي بصدر فرخة زي ما انت شايفة تطلعي معاكي الكمية دي. حطي لايك للفيديو واشتراك ومتابعة لو أول مرة بتشوفيني، وفعلي الجرس على الكل علشان يوصلك كل جديد. جبت معايا صدر فرخة كده، ده حتى كان وزنه تقريبا يعني 600-650 جرام. جبته وهو سليم، غسلته كويس جدا بميه ودقيق وملح وليمون وشويه خل صغيرين. بعد كده نقعته 10 دقايق وصفيته وشطفته كويس جدا. جبت بقى الفراخ، قطعت الصدر النصين كده، هياخد كل نص وابدا ان انا اقطعه زي شرايح بالطول كده كاني بعمل ستريبس. والشرايح دي بقى هبدا ان انا اخدها واقطعها لمكعبات بالحجم اللي انتوا شايفينه، يعني مكعبات اصغر شويه من المكعبات بتاعه الشيش طاووق. هتكون لايقه جدا، احنا لسه هنعمل لها كفر وكريسبي كده من بره، فهيكون الحجم بتاعها مظبوط قوي. قطعيها طبعا بالكميات والحجم كده حسب ما انت حابه. بعد بقى ما اقطعها كلها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، تعالوا نحضر مع بعض تتبيله رهيبه. الفراخ هتتشربها كده في ثواني وتطبخي الاكل بتاعك على طول. معايا هنا معلقتين كبار من الزبادي. الزبادي برضو هتطري معاكي انسجه الفراخ جدا، لكن لو مش متوفره استغني عنها. هي كانت موجوده عندي فحبيت ان انا استخدمها. هنزل عليها بكوبايه كده من الميه. ممكن تستبدلي كوبايه الميه دي بكوبايه الحليب حسب رغبتك. وتعالوا بقى دلوقتي نضيف التوابل. اول حاجه هبدا ان انا اضيف معايا حوالي نص معلقه صغيره من الفلفل الاسود، ربع معلقه صغيره من الزعتر كده هيدي ريحه رهيبه جدا لتتبيله الفراخ، نص معلقه صغيره من البابريكا. البابريكا دي هتديني طعم ولون حلو قوي. حطيت نص معلقه صغيره من الملح، ومعلقه صغيره مليانه من اي توابل فراخ بتستخدميها، تتبيله شاورما، تتبيله شيش طاووق، اي توابل بتستخدميها ممكن تستبدليها بتوم وبصل بودره، مفيش مشكله. وقلبت الكلام ده كله مع بعض، وهبدا ان انا انزل بقى مكعبات الفراخ دي في التتبيله دي. عايزه اقول لك بصوا الفراخ هتتشربها كده في ثواني. بصي بقى اعمليها من بالليل، سيبيها 6 ساعات، 4 ساعات، ساعتين، اقل حاجه كده ساعه ساعتين، لو حتى نص ساعه في التتبيله تطعم بس معاكي شويه، وده ضروري جدا جدا. هسيبها تطعم بقى في التتبيله شويه لغايه ما احضر معايا المكونات بتاعه التتبيله او بتاعه الدقيق الجاف كده اللي هيكون عليها من بره. معايا كوبايه ونص من الدقيق، هحط عليهم معلقه بس صغيره من النشا. ما تزوديش النشا علشان الكفر او الكريسبي اللي بره ده ما يطلعش ناشف كده ومعضم وجامد. كفايه بس معلقه صغيره هتديكي قرمشه حلوه قوي. نص معلقه صغيره من الملح، رشه كده من الفلفل الاسود، رشه كمان من الكركم هتديكي لون حلو قوي، رشه من الزعتر كده وفركيهم بين ايدك علشان يطلعوا الزيوت العطريه اللي فيه، ريحه رهيبه. رشه كمان من البابريكا، وقلبي الكلام ده كله مع بعض، يعني تقريبا نفس التوابل اللي احنا استخدمناها في تتبيله الفراخ. هقلب الكلام ده كله مع بعض وكده. الكفر بتاع دي كمان جاهز عندي، خليه على جنب بقى. ولا هعمل بقى عجينه سايله ولا خليط ادوبه ولا الكلام ده خالص. شويه ميه من الحنفيه يا جماعه. الفراخ كده اتطعمت شويه في التتبيله، قعدت حوالي ساعتين في التتبيله، وهبدا بقى ان انا اخد مكعبات الفراخ دي انزلها معايا في خليط الدقيق المتبهر. اهم حاجه حطي بالوحايد كده او واحده واحده بمعنى اصح، علشان ما تنزليش كبشه واحده وهي بالتتبيله بتاعتها تعجن معاكي جوه الدقيق. خدي كده الفراخ قطع قطع، وابدأي ان انتي فرطيها في الدقيق وقلبيها كويس جدا وغلفيها كويس جدا جدا بالدقيق. تعالوا بقى نركز في الخطوات اللي جايه دي علشان تطلع معاكي كريسبي ومقرمشه واحلى من الجاهز ده كمان. ولو عايزه تفرزيها هقولك ازاي تفرزيها. هبدأ دلوقتي ان انا اقلبها واعفرها بالدقيق كويس جدا، طبق واسع كده علشان تشتغلي براحتك. بعد كده هبدأ ان انا اشيل الفراخ دي من الدقيق. انا حطيتها على المقصوصه دي بحيث ان انا انزلها واخرجها من الميه بكل سهوله، ما اقعدش كده الم في الفراخ من الميه. هحط كده انفضها من الدقيق واحطها على المعلقه دي، وابدا ان انا احطها معايا في الميه. ميه بدرجه حراره المطبخ عادي جدا وما فيهاش اي اضافات. هنزلها في الميه 1 2 3 واطلعها 3 ثواني بس. طلعيها على طول من الميه مره تانية على الدقيق،
لما تحطيها في الدقيق مرة تانية ابدأي ان انت بقى قلبيها وفرطيها كده بعيد عن بعض كويس جدا. بصوا الحركة دي ارفعيها من فوق لتحت كده وغلفيها بالدقيق كويس جدا علشان تديكي كده الشكل المخرفش والمقرمش. امسكي كل قطعة ونفضيها زي ما انت شايفة، هتلاقي على طول بقت بالشكل الخطير اللي انتوا شايفينه ده، اللي اول ما بينزل في الزيت يديك الشكل الرهيب كده بتاع الخرفشة اللي جاهزة من بره. انا كده عملت الفراخ، ما تعمليهاش اكتر من كده او تنزليها اكتر من كده في ميه ودقيق مره تانية علشان الكفر ما يبقاش تقيل قوي عليها. ما ينفعش بقى ان انا اعمل الكميه كلها مره واحده، لازم ان انا اعمل شويه بشويه وابدا ان انا احمرهم على طول علشان الدقيق ده ما يعجنش معانا على الفراخ. تعالي نشوف بقى طريقه التسويه واقول لك ازاي لو عايزه تفرزيها. في البدايه معايا زيت غزير وسخن على النار، الزيت يكون سخن كويس جدا جدا والنار بتاعتي كمان نار عاليه. ابدا ان انا انزل الفراخ واحيد كده اللي لسه متغلفه حالا بالدقيق واخده الشكل الكريسبي اللي انتوا شايفينه ده. انزلها في الزيت السخن 3 ثواني، 3 ثواني بس على نار عاليه لغايه ما تاخد الشكل المخرفش او تمسك نفسها من بره، وابدا ان انا هدي معايا النار، بهدي النار لنار متوسطه. ما تخليش الفراخ على نار عاليه، هتبدا ان هي تلون من بره وهتكون نيه من جوه، ولا على نار هاديه. الزيت هيبقى درجة حرارته باردة كده، الكفر اللي عليها ده هيفك ويقع. خلي النار متوسطة، هتقرمش وتاخد اللون الحلو من بره وكمان تستوي معاكي كويس قوي من جوه. كمان ضروري جدا ما تمليش الطاسة بتاعتك بكمية كبيرة من الفراخ، خلي الكفر اللي بره ده ياخد راحته كده ويقرمش وينفش وكل حاجة تكون معاكي تمام. عايزة اقول لكم كمان ان انا على الدقيق ضفت تقريبا نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر. البيكنج باودر هنا بيخلي الكفر اللي بره هش ومقرمش كده ومنفوخ ومش مكتوم، بس ما تزوديش البيكنج باودر علشان ما يشربش معاكي كمية كبيرة من الزيت. عايزه اقول لك بقى لما الفراخ تستوي في اخر 3 ثواني ببدا ان انا اعلي النار على اعلى درجه حراره. على اعلى درجه حراره بتبدا ان هي تقرمش اكتر، تطرد اي زيت زياده كانت شربته، وطلعيها معاكي بقى بالشكل واللون الخطير جدا ده. عايزه اقول لك ريحتها كده اول ما دخلت في التسويه رهيبه جدا جدا جدا. طيب لو حابه ان انت تفرزيها طلعيها معاكي وهي نص تسويه، يعني الفراخ اول ما تمسك نفسها وتبدا ان الكفر ده يمسك نفسه ويقرمش شويه بس لسه لونه اصفر فاتح قوي، ابدأي ان انتي خرجيها وافرديها على حاجة واسعة لغاية ما قطع الفراخ دي تبرد معاكي تماما كده. حطيها كمان تتفرز كده وهي بعيدة عن بعض، بعد كده لميهم كلهم في كيس او في علبة، مفيش مشكلة حسب رغبتك. ده كده لو انتي حابة تفرزيها وتطلعيها يعتبر نص مقلية على التسوية على طول. طلعيها بقى. وسمعتوا القرمشة معايا في أول الفيديو خطيرة جدا جدا، الكمية ما شاء الله رهيبة، تأكل وتشبع البيت كله مع شوية رز مبهر بقى، شوية كاتشب، مايونيز، حمروا لهم شوية بطاطس. فطار مختلف سهل وسريع، اعمليها مع سندوتشات مع مكرونة زي ما انت حابة. تعالوا نشوف كده تسوية الفراخ من جوه، اللهم بارك رهيبة، والكفر من بره كده حجمه مناسب قوي وطعمه وقرمشته تحفة جدا. جربوا الوصفة دي، متأكدة ان هي هتعجبكم. ما تنسوش حبايبي لو عجبكم الفيديو اعملوا لي لايك واشتراك ومتابعة، وانتظروني في فيديو جديد. مع السلامة.